بصوا بقى اللحمة اللي بالبصل أو اليخني زي ما احنا بنقول عليه في اسكندرية، يخني بالخضار. صنف حلو جدا 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 وموفر جدا، لان انتي هتعملي الوصفة دي بنص كيلو، وهتحسي ان هي ان انتي حاطة في الوصفة زي كيلو لحمة. بصوا اللحمة دايبة ازاي، والخضار مستوي، وكل حاجة طعمها تحفة تحفة. تنفع جدا للناس اللي بتعمل دايت، تقللوا بس الدهون شوية، هتبقى حلوة جدا مع حبة رز بالشعرية. ويلا نشوف الوصفة. معايا هنا حلة سخنة، أنا حطيت فيها معلقة سمنة. الغامق اللي في السمنة ده اللي هي المرتة، أنا بحب أسيب شوية كده، بتدي طعم حلو أوي في الأكل. ده نص كيلو لحمة، نص يا جماعة على فكرة. ومقطعاه حتت صغيرة علشان لازم اليخني ده القطع بتبقى صغيرة عشان تستوي. تمام. وبديها تحميرة كده في السمنة، مش بغير لونها بس، لا، أنا بديها تحميرة لحد ما يبقى فيها حتت محروقة شوية كده، علشان أنا محتاجة اللون ده في اليخني. تمام. هفضل اقلب فيها واسويها كويس شويه لحد ما لونها يتغير ويبقى فيها حروقه كده. نزلت كمان معلقه سمنه. تمام. ونزلت بعد كده بصلتين مكعبات او مفرومين مش ناعمين خلاص، بصلتين كبار. تمام. وقلبتهم كويس قوي في السمنه لحد ما دابوا كده زي ما انتوا شايفين. خلاص. وبعد كده هنزل بقى باللحمه اللي انا شوحتها كويس قوي، وهقلبها شويه مع البصل. وبعد كده هنزل عليها بمية من الكاتل، مية سخنة مغلية. خلاص. علشان اللحمة ما توقفش سواها لو المية ساقعة، خليها مية سخنة مغلية. خلاص. ولما تلاقي ريم كده حاولي ان انت تشيليه قدر الامكان، علشان بس ما تعملش زفارة في الاكل. خلاص. دي معلقة سكر كبيرة علشان تساعد في سوى اللحمة. نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة ورق لوري مطحون. وهحط اهو ده ورق اللوري المطحون. وهحط كمان جوزة الطيب رشة كده كويسة. خلاص. وهقلب بقى كله، انا لسه ما حطيتش الملح، هقلب كله. خلاص. وبعد كده هغطيها شوية وهفتح عليها، هلاقيها بالمنظر ده. انا هحط لها 5 6 بطاطسات كده صغيرين، وجزراية كبيرة متقطعة كده طرنشات، ما تكبروش الطرنشاية بتاعة الجزر علشان تستوي مع بقية اللحمة هنا كان سواها الا ربع. خلاص. حطيت البطاطس وحطيت الجزر علشان تلحق دي تستوي مع دي. ده صوص الدمجلاس اللي انا قلتلكوا عليه، فيه منه سايب من كارفور او فتح الله، وفيه منه المعلبات دي اللي هي الاكياس دي بتاعت كنور. حطيت منه معلقتين ممسوحين من صوص الدمجلاس. خلاص. وبدوبهم في نص كوباية مية من الحنفية، مش سخنة، مش سخنة عشان ما يكلكعش معاكي. مية من الحنفية. خلاص. وهندوبه كويس قوي قوي قوي، وبعد كده نحطه على الوصفة، بيدي طعم وتست عالي جدا جدا، واكبر المطاعم بتعمل كده. هحط دلوقتي صوص الدمجلاس. خلاص. وهقلبه شوية، وهسيبه لما تستوي خالص اللحمة واتأكد من الخضار استوى. وهحط حبة ملح، وخلي بالك ما تملحيش الاول، لازم تحطي صوص الدمجلاس الاول لان هو بيبقى فيه نسبة ملح. تمام. هسيبها بقى لحد ما كله يستوي، اللحمة تستوي، الخضار وكل حاجة تبقى زي الفل. وبعد كده انا هعمل لكم دلوقتي زي تيست بسيط كده من اللحمة والخضار. تمام. البطاطس اهي، ما تقطعيش البطاطس اقل من كده علشان هتتهري، خلي الخضار عندك كبير شوية علشان ما يتهريش معاكي. ادي بصوا البطاطس عاملة ازاي، دايبة خالص اهي، مش مستحملة الشوكة. وادي كمان بصوا، تحفة، اكلة تحفة والله يا جماعة. اعملوها في العزايم هتعجبكم جدا. وعايزة تسوي انتي اكتر من كده سوي، بس انا بالنسبة لي السوا ده حلو قوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف هنا وشفا مقدما. لايك وشير وسبسكرايب.